قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. سيدنا جعفر الصادق بقى، ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي ايه اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق: ما أسكتك يا عمرو؟ قال: أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة أو دي كبيرة، لا، عايز أعرفها من مين؟ انظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن. على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله: نعم يا عمرو، يعني على خبير بها سقطت، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟ وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الخاسرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي. قال الله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون وأكل الربا، من الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هوجموا بأعدائهم وزحف المسلمون، فواحد فر كده من ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأكل مال اليتيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم يأكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو مش على شيء مستقبل، شيء ماضي. من الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا. والغلول أن يخون في الغنيمة
ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وشرب الخمر لأن الله قرنه بالإيه؟ بالوثنية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة لأن الله قال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن المسائل دي هي الإيه؟ الكبائر بنص الإيه؟ بنص القرآن. وكل شيء وحكم معه إيه؟ معه حكمه، لأنه بيخاطب عالم. ما هو عمرو بن عبيد ده عالم كبير، مش عايز يقول فيه بالرأي بقى، لا، عايز الكلام بدليله. فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي فوجئ به سيدنا جعفر الصادق ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعة من يقول لعمرو بن عبيد نعم يا عمرو. نعم يا عمرو يعني ايه؟ يعني جوابك ايه؟ ثم يأتي بها رتيبة كده بدون تفكير. ده دليل على انها ايه؟ على انها مسألة خمرانة منه، وخصوصا انها ليست آيات رتيبة وراء بعضها. ده آيات بينقيها، دي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، مما يدل على انه يعايش اسرار الايه؟ يعايش اسرار الايه؟ القرآن. ولذلك قلنا سابقا ان سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه الا اذا وجده في كتاب الله ليفرج كربة نفسه، وجد ان الزوايا التي تعكر على الانسان ان يخاف من شيء، مش كده؟ واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، انا خايف من الشيء الفلاني. ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه، ما يعرفش، يقول لك انا والله مهتم كده من غير ما اعرف ايه يعني. الله، اذا ففيه انقباض لا يعرف له ايه؟ لا يعرف له سبب. فيه مثلا واحد ناس عمالين بيكيدوا له ويمكرهم ويأتمروا به. فيه واحد بيحب الدنيا وعايز الدنيا تبقى عنده ويبقى. كل دي مشاغل النفس البشرية، أن تخاف من شيء، أن تغتم من شيء، أن تشفق من مكر بك وكيد لك، أن تتطلب أمرا من أمور إيه؟ الدنيا. فهو برضو اللي قال الحكاية بتاعته اللي قلناها زمان، اللي قال عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، بيقول سمعت الله، مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه؟